حاج. انت تؤمر واحنا علينا التنفيذ. صباح الخير يا حاج. عاوز ايه انت كمان؟ شوف يا خالو تمشي ازاي؟ يعني انت ايه لسه ما فطرتش؟ صباح الخير يا حاج. فين الشيشه يا مرسي؟ ما الشيشه وراك ايه لا مؤاخذه يا حاج؟ لخبطتوني الهي لخبط مزاجكم. يلا يا اخويا اعمل لك كلمه انت وهو. ايه الخايله الكدابه دي؟ ما انت واقف ملم ليه؟ انا عبد الغفور. اما هو قليل الاصل صحيح. ليه كفالة الشر؟ الله، بعت لي شيشه نارها خسعه يا مرسي. شايح حد الواد حمامه غير له الحجر. حاضر يا حاج. انا جاي لك من طرف الشيخ حنفي العنبري. الشيخ حنفي العنبري ده وحشني قوي قوي، وبيسلم عليك قوي وبيقول لك نفسه في اكلة كوارع. والله زمان. وعدم المؤاخذة بعتني تشوف لي لقمة عيش. اسمك ايه يالا؟ عبد الغفور البرعي. جارك ايه؟ على باب الله. تعرف تقرا وتكتب؟ ما كانش بقى ده حالي. يا شيخ اتنيل، يعني كنت هتبقى ايه؟ فين الحجر يا مرسي؟ الله، مفيش حد راح القهوه؟ ما يلا يا عم تخلصها انت وهو. الله، ليه بس يا محفوظ؟ انت مش رحت وعينت؟ يعني لقيت المزاج يستاهل؟ مين؟ فرج؟ لا 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 لا، ولا يهمك، انت تروح تدفع التأمين وسيب الباقي عليا. ما تتأخرش. مع السلامة. امال فين الواد حمامه؟ في القهوة يا حاج. بس انا ما شفتكش قبل كده. انت شغال معاه؟ أنا عبد الغفور يا حاج، اللي جاي لك من طرف الشيخ حنفي العنبري بأمارة الكوارع. معلش، افتكرت. اصل صابح النهارده دماغي مقلوبه قوي. دلوقتي الحجر يعدلها. قلت لي بقى انت عايز ايه؟ عدم المؤاخذة، طمعان الاقي لقمة عيش عندك. الله، ومستني ايه؟ عايزني اقوم اشيلك؟ ما تروح تنقل مع الرجاله. ربنا يخليك يا حاج. اجري روح شوف شغلك. ايه رايك فيه يا مرسي؟ عايز اكل عيش. يعني يقدر على شغلنا؟ الواد شديد وطوع يا حاج. تفتكر اربط له يوميه قد ايه؟ انا بقول كده نجربه كام يوم على 20 قرش. لا 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 يا مرسي شويه. انا طالع من ذمتي، يلا 25 قرش. اللي تشوفه يا حاج. ده عليه رصة حجر تخلي الدخان يسلك عن نافوخ دغري. الله يا حاج، بظهر مزاجك راق وعالي قوي. ايوه يا اخويا، قر عليا. البنت فاطمه بتاعت الكشري جت. اشوفها لك يا حاج. استنى، خليها توضب لي طبق كشري قبل الواد محفوظ ما يجي ويقعد يقطم فيا. حاضر. هلا عبده. ايوه يا ريس مرسي. ايه؟ هو مفيش حد من العيال بتوعنا هنا ولا ايه؟ ما انا بعتهم يا حاج عشان ينقلوا النقله بتاعت سوق السلاح. يا عبده. خير يا ريس مرسي. يا ريس مرسي. صباح الفل يا سي محفوظ. حد سأل عليا في التليفون. قصدك العروسه؟ عروسة ايه يا خاي؟ العروسة دي عصفورة خفيفة. أنا بسأل على اللي على الشجرة. راس محفوظ، هو انت لحقت تفرح عشان عينك تزوق؟ أنت هتنق ولا إيه؟
خلاص عندك ولا معلقه بعد كده. خلاص اوعى بطل الرمرامه بتاعتك دي يابا. انت قصدك ما عندكش مزاج في الاكل؟ انت لو دقت معلقه من كشري فاطمه مش هتعرف تسلقها ابدا. كشري ايه بس يابا؟ بطل العوايد بتاع زمان دي، انت دلوقتي حاجه تانية. من فتى دي متاه يالا. رجعنا بقى للكلام اللي ملوش معنى. انت لو دقت معلقه من الكشري ده هتعذرني. يا سلام لو الواد سيد يرضى يديني اخته فاطمه تيجي تطبخ لنا. يابا ما الطباخ عندنا في البيت يعمل لك اللي انت عايزه. الله يرحم امك، من يوم ما ماتت قطعت بيا ومش عارف اكل لقمه كويسه. يعني المهم عملت ايه؟ دفعت التأمين. كام؟ 5000 جنيه. يا مرسي يا ابو العباس، ده باين عليه مزاج شديد قوي. تفتكر يرسي على كام؟ لو رسي على 70,000 يابا نبقى خبطنا خبطة كبيرة قوي. قد كده يستاهل؟ طبعا، ده انا خايف لا يروح مننا. لا ولا يهمك، انا هتصرف. لا اصل سامع ان المعلم جرجس بيحرجم حواليه. لا جرجس ده حبيبي، انا هشوف ميته. لو لقيته ناوي يبلبط معانا هعرقه واخليه يدوس فرامل ويسحب لورا. بس اوعى يدوس بنزين ويطلع لقدام. جرايه يالا، انت بتعرفش ابوك ولا ايه؟ من حقي ما قلتليش. انت ناوي تكتب على فوزيه انت؟ انا مش عارف بس انت مستعجل ليه يابا؟ عاوز اطمن عليه يابا ما انا كويس قدامك اهو. يعني اقول لابوها نكتب الكتاب اول الشهر؟ موافق يا سيدي عشان خاطرك، بس على شرط يوم الفرح تلبس بدله. اهو ده اللي مش ممكن ابدا على راي الست ام كلثوم. خلاص انت حر، انا عن نفسي مش مستعجل. عايز الجوازه تمشي جد اقلع الجلابيه دي. ابا مين الواد اللي بيتصنط علينا من ساعه ما جيت ده؟ لا ده واد غلبان، بعته الشيخ حنفي العنبري وبعت معاه أمارة الكوارع، عايزه ياكل عيش عندنا. خد يا ايوه يا سي محفوظ بيه. انت اسمك ايه؟ عبد الغفور البرعي. واقف عندك بتعمل ايه؟ مستني الحاج يخلص طبق الكشري عشان نرجعه. طب روح هات لي قهوه. بتشربها ازاي؟ حمامه عارف بشربها ازاي. ما انا فاهم يا سي محفوظ، بس انا غرضي اسالك يعني بتشرب القهوه سكرها ازاي؟ ما قلت لك هات حمامه عارف. يلا غور وشيل الاكل ده من هنا. من عينيا، من عينيا يا سي محفوظ افندي. همشي أنا بقى. على فين يا حاج؟ هفوت على المعلم جرجس ولا فوت الأول أشوف البضاعة؟ لا من ناحيه البضاعه اطمن، خلص انت بس موضوع جرجس وما تاخرش عليا. طيب. يا مرسي. ايوه يا حاج، الواد عبده اتغدى من ساعة ما وصل ما همتش يا حاج. يا مرسي حرام عليك. الله وانا حشته يا حاج. اندهله خليه يروح ياكل له لقمه احسن يقع من طوله. حاضر. الله يا عبده، عبده. ايوه يا ريس مرسي. الحاج بيسألك انت اتغديت ولا لسه؟ ان شاء الله بعد ما نخلص شغل. لا سيب الشغل دلوقتي وروح كل لك لقمه. انت معاك فلوس؟ الحمد لله الحمد لله. طيب يلا خد روح كل. من يد من اعدامها. يا حاج ده بيقول ملوش حته بات فيها. ما هو جاي من سفر. يخرب عقله. امال هينام في ايه؟ جايز يكون له قرايب هنا. مرسي. ايوه يا حاج. دي اخر نقله. خلاص يا حاج. طيب شطبوا بقى خلينا نمشي. يلا يا اخوات اهو خلصونا. ما عرفتش الواد عبده هيبات فين. يا عبده، عبده. ايوه يا ريس مرسي. الحاج بيسأل هتبات فين؟ في اي حته يا حاج. يعني ايه في اي حته؟ عندك مكان؟ لا هقعد على القهوه. قهوة ايه يالا؟ هي القهوة بتفتح للصبح. انت لازم تنام وتستريح عشان تعرف تشتغل بكره. انت مالكش حد معرفه هنا يالا؟ يا ريت يا ريس مرسي.
عموما يا حاج ما تشغلوش بالكم، يعني لو زنقت معايا قوي هشوف له كندا بات فيه. اقرع ونزهي، يعني اللي هتاخده يالا هتنام بيه. اعمل ايه لحد ما ربنا يفرجها. طب ما تخش يا واد تنام جوه في الوكاله لحد ما تدبر نفسك. يعني انت موافق ابات هنا يا حاج؟ ايوه موافق. الله يخليك يا حاج، ابوس ايدك ربنا يخليك. بس بقول لك ايه، نعم ايه؟ خلي بالك وانت نايم لحاجه تقرصك، احنا مش ناقصين مصايب. ما تخافش يا حاج، انا اللي هقرصها. تصبح على خير. وانت من اهله يا حاج، انت من اهله. بقول لك ايه يا مرسي، ها يا حاج. يبقى شوف له اوضه او حته ينام فيها مع حد. ايوه يا حاج، بس انا مش مطمن اللي بيات في الوكاله هنا. ليه يا مرسي؟ ما هو محبوس جوه، هيروح فين؟ ما احناش ضمننا يا حاج، احنا عارفين مين اللي بعته. لا لا لا، ده اللي بعته راجل طيب بأمارة الكوارع. على العموم ابقى واعي غفير البنك شقر عليه. ماشي، كله تمام يا ريس مرسي. قفلت كويس؟ الحمد لله يا ريس. اتفضل يا حاج. طيب تصبحوا على خير يا اولاد. مع السلامه يا حاج. جاي معايا يا مرسي؟ لا يا حاج معلش، انا هعدي على القهوه. اتفضل انت بالسلامه. صباح الخير. صباح الفل يا حاج، نهارنا ابيض. شفت يا حاج اللي حسبته ليله امبارح؟ لقيت. ايه حصل؟ ايه الواد عبده فضل منور النور ويطفي في النور ويخبط ويرزع، مش عارف كان بيعمل ايه. ازاي الكلام ده؟ ما تعرفش كان بيهبب ايه جوه؟ انا شرفني يا حاج، ما الوكاله لا مؤاخذه كانت مسنكره، يعني نمتوا علينا جت بخساره. شوف بقى سحب نور قد ايه. ولما هو بيخاف ينام في العتمه كان بيوافي ويتهبب ينام جوه ليه؟ يمكن كان بيدور على حاجه جوه الوكاله يا حاج. يعني ايه؟ فاكر ان فيها كنز؟ كل ده يحصل في ليله واحده يا حاج؟ ولوحده. شفت ازاي انت ظلمت الواد ده يا مرسي؟ ولا عبده، ولا عبده. الله، هو الواد ده راح فين؟ ولا عبده. سيبه نايم يا مرسي، خليه يستريح ويصحى على مهله. على اذنك يا حاج، راح اشرب كوبايه شاي. انت قاعد مش لسه طافح شاي من شويه؟ وماله يا حاج؟ اصل انا يلزمني 3 4 كوبايات على الصبح عشان الدماغ تتوزن. 3 4 كوبايات بعد الظهر، يعني تصرف نص ماهيتك على الشاي والسجاير. غصب عني يا حاج، الكيف غلاب. كيف ايه وهباب ايه؟ يا انت اولى بالفلوس دي، وان ما كنتش انت مراتك وولادك. امشي غور، خش جوه شوف شغلك. يا سلام يا حاج، والله كلامك كله حكم. اصل اللي بيجنني يا دي عبده، الاقي الواحد منهم كوبايه الشاي دي ما بتفارقش ايده، واخر النهار يروح لمراته يرمي لها اي كلام ويقول لها اتصرفي. قال يعني هي دي الرجوليه، وهو على راي المثل اقرع ونزهي. يسلم فمك يا حاج. الواحد يقعد معاك بس ويسمعك ما يتوهش في دنيته ابدا. اعمل لك حجر تاني؟ انت هات كنت بتشتغل قهوجي قبل كده؟ لا يا حاج ابدا، انا كنت على باب الله. امال مين اللي علمك الرصه دي؟ الايام يا حاج. خلاص
يعني هنقعد قدام الشيشه ونسيب شغلنا؟ وهو خدمه مزاج الحاج مش شغلانه برضه يا ريس مرسي؟ روح يالا يا عبد شوف الريس مرسي عاوز منك ايه. امرك يا حاج. عايز نعمل ايه؟ تعال يا اخويا. امال الحاج فين يا ريس مرسي؟ معاك حاجه تستاهل؟ انا جايب معايا حاجات مخصوصه للحاج، ما رضيتش افرجها لحد غيره. ايه سيب كل حاجه مكانها، دي مش للبيع. انا شغال عند الحاج ابراهيم. لا مؤاخذه، اول مره اشوفك. ايه عاد يا مدني؟ جايب ايه النهارده؟ ولا مقومني كده على الفاضي؟ نهارك فل يا حاج. لقيت حاجه تستاهل يا عبده؟ لسه بدري عليا يا حاج عشان افهم في الكارده. بص للحاجه واعرف مين محتاجها، على طول هتعرف قيمتها. انت بتعمل ايه عندك يالا؟ عايز حاجه يا ريس مرسي؟ عايز سلامتك يا اخوي، ما تخش تلاقع جوه. ايه اللي حاجرك هنا؟ استنى يا مرسي، اديله 9 جنيه. شويه يا حاج، دول واقفين عليا 8.5، قفلهم 10. لما تبقى تجيب حاجه كويسه ابقى خد ال10. يلا يلا شيل الحاجات دي جوه، ادخل. يا حاج الحاجات اللي خدناها كلها زي الكراكيب دي، ازاي تدفع فيهم مبلغ زي ده؟ يالا انت اصلك لسه غشيم. بالك شويه الكراكيب دول هيتباعوا مش اقل من 20 جنيه. 20 جنيه؟ يا سبحان الله. طب عدم المؤاخذه يا حاج، الراجل بتاع الربابيكيا ده مش عارف قيمتهم؟ عارف، بس فين على ما يجي الزبون. ولعلمك بقى، هو قبل ما يجيني لف على كل المحلات اللي بره كلهم عرضوا عليه 8 جنيه ونص. علشان كده انا زودت نص جنيه. طب عدم المؤاخذه يا معلم، عرفت ازاي انهم عرضوا عليه 8 ونص؟ البضاعة تساوي 10 جنيه، فلما قال لي قفلهم 10 عرفت انه ملقاش اللي يديله 9. يا سلام يا سلام على دماغك يا حاج. يا حاج ما تطلعش اسرار الشغل لكل من هب ودب يا حاج. جراموس، ما تخلي الواد يتعلم، نكسب فيه ثواب. تسلم ايدي. تسلم. طيب بقى يفتحوا نفسك. تسلم ايدي. تسلم. اتفضلي. عجبك الكشري بتاعنا؟ تسلم الايد اللي عملتها. هجيب لك كمان. لا، على قد الحافه تمد رجليك. ولا يهمك، على حساب صاحب المحل. معلش انا اكل على قد ما اقدر. معلش خلي اول مره عندي. يبقى لي مره عندك. لو ربنا. يبقى لي مره ببلاش. وربنا. بس لا هتاخدي منه يا فاطمه. ماشي. بس انا عايز اقول لك حاجه بيني وبينك. العدس ما تبقيش تسويه على الاخر، والرز تهويه شويه بعد ما تنزليه من على النار. واخبار المكرونه ايه؟ المكرونه عالي العال. انت كنت بتشتغل بتاع كشري قبل كده؟ لا، انا كنت على باب الله. إيه، امشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل.
انت رحت فين يا فاطمه؟ يا اخويا لا رحت ولا جيت، ما انا واقفه اهو. على عبده. ايوه يا حاج. سنة عشان تطفح. ده انا ما كانش غير طبق واحد يا حاج. سايبني لايص وقالي المزاجي. ايه حصل ليك يا فضل الشهر؟ غير لي الحجر ده، مش عارف اخد نفس مظبوط. مع اني موصي الواد حمامه. ده اللي عمله اهواجي ظلمه. يا سلام، يعني انت اللي هتوصل واد حمامه على شيشه الحاج ولا ايه؟ ما جبتليش معاك طبق كشري ليه؟ فالح بس تطفح لوحدك. ما انت ما طلبتش يا حاج. وانا لازم اطلب يعني؟ حالا اروح اجيبه لك. لا لا لا، خلاص اقعد، زمان محفوظ جاي. الهي يقل مزاجه ومزاجك انت كمان. قول لي. ايوه يا حاج. كان طعمه ايه النهارده؟ هو ايه يا حاج؟ طبق الكشري يا موفق. كان يستاهل حنكه. دي عاملة تعملوها برضه يا مرسي؟ يعني اغيب عنكم ليلة واحدة تعملوا لي فيها المصايب دي كلها؟ الواد ده لو كان جراله حاجة مش كنت تاني اللي هتجرجر في البوليس والنيابة؟ غصب عننا يا حاج. انا مش عارف المساله دي تاهت عن بالنا ازاي. تاهت عن بالكم ولا انتوا اللي محدش فيكم طايقه وعايزين تخلصوا منه؟ الله، جرايه الكلام ده بقى يا حاج، بقى لزومه ايه الكلام ده؟ الله، وهو لو طلع ولا نزل ايه يعني؟ حته صابي العشرة منه بسام. لكن اجدع من التنابله اللي انت مشغلهم وعامل عليهم ريس. الله، انتوا لسه في سيره الواد ده برضه؟ ما تقطع سيره بقى يابا وتسيب مرسي يشوف حاله. انا اصلا عايز اتكلم معاك كلمتين قبل ما انزل، احسن مستعجل. ايوه يا اخي، خليك انت دايما مستعجل كده. طبعا امبارح كنت عايز تقفل وتجري بسرعه عشان تلحق واحده من اللي انت داير وراهم. كنت تفتكر الواد الغلبان اللي قفلت عليه ونسيته. بصراحه يابا بقى الواد ده ملوش بيات في الوكاله، احنا مش ناقصين قرف. يسلم مخك يا سي محفوظ، اهو الكلام ده انا بقوله دايما. انتوا عايزين ترموا غلطكم وخيبتكم على الولد. الله، جرايه يا حاج، انت عايز تحملني مسؤوليه الواد الجربوع ده؟ انت طالع لي فيها على ايه؟ علشان اتولدت لقيت نفسك فوق؟ يا ريتك شفت اللي انا شفته ولا دقت المر اللي انا دقته. ما بلاش الكلام ده بقى يابا. لا انا بس بفكرك عشان ما تطلعش فيها قوي. كل ده عشان نسينا السيفت ده. طب ايه رايك بقى؟ انا مش عايز اشوف خلقه الواد ده تاني في الوكاله. بقول لك ايه يالا، انت مش علشان اتعلمت وكبرت ولبست لي بدله ومشغلك معايا عايز تتشرط عليا؟ لا، لما ابقى اموت وتاخد مكاني يبقى ماشي اللي في نافوخك. بعد الشر عليك يابا، انا ليا غيرك؟ انا بس شايفك محموق قوي على الواد ده. وانا كمان مستغرب زيك يا سي محفوظ. حقيقة يا حاج، عشان ايه ده كله؟ عشان واد جدع وعارف شغله كويس. وكمان ما تنسوش ان الراجل اللي بعد كله بركه، قلتها لنا مليون مره يا حاج. انت بتصدق بايه يا قفل ان الشيخ حنفي اللي انت بتتريق عليه ده كان يدعي لي الدعوه من هنا وكل الابواب المقفله في وشي تتفتح دغري؟ طب وسي عبده ده بقى ايه كراماته؟ كراماته يا سيدي الشيشه اللي بيرص له حجارها، وطبق الكشري اللي بيسربه له من وراك يا سي محفوظ. اهو ده اللي انتوا فالحين فيه. على فكره انتوا رجاله هفق. المهم يا مرسي، الواد عبده فين دلوقتي؟ انا مش فاهم مكتب ايه اللي عايز تغيره وديكور ايه اللي عايز تعمله. لازمته ايه ده كله؟ ما احنا كده كويسين ولا هي بس بعزقة فلوس؟ يابا بصراحه منظر الوكاله كده مش عاجبني. الله، ده انا من يوم ما وعيت وحيطانها ما لمستهاش فرشه مبيض. منظرها بقى بيجيب لي اكتئاب. بيجيب لك ايه؟ اكتئاب، قلبي بينقبض لما بشوفها. عشان كده عايز انضف هنا واوسع، والبضاعه نشوف لها مخزن نحطه فيها، واعمل لك كده في المدخل مكتب قبايه يليق بمقامك يابا. يا ما نفسي تفضك من المظاهر الكدابه دي وتركز في شغلك وبس.
المظاهر الكدابه اللي بتقول عليها دي يابا هي اصول التجاره. اليافطه اللي اول حاجه الناس بتشوفها وساعتها تقدر صاحبها وتعمل له الف حساب. كل الكلام اللي بتقوله ده كلام أونطة وبكش، ابتدعوه ناس كل همهم انهم ينصبوا على الخلق، لكن انا مش محتاج لده كله. ايه رايك بقى؟ انا اسمي النهارده في السوق زي الجنيه الذهب، وزبايني مش هيسيبوني واروحوا لواحد تاني علشان قاعد على مكتب قباها وفي اوضه متكيفه، واني قاعد على مكتب يوفي بالغرض. يابا فهمني بس. يعني كده الحاج ابراهيم سردينه، وحتى لو قعدت على الرصيف هفضل برضه الحاج ابراهيم. الله 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 الله، يسلم فمك يا حاج، الكلام طالع من بقك زي الحكم. الكتم قاعد انت، انا مش ناقصك. ماشي ماشي يا سي محفوظ افندي. نعم يا اخويا. ايه يا فندي دي؟ اسمي محفوظ بيه. حاضر حاضر يا سي محفوظ افندي بيه. وبعدين انت هتفضل واقف كده زي قرد قطع؟ مدخول تشوف شغلك. وهو يعني بيلعب؟ ما هو برضه شايف شغل. قلت ايه يابا؟ ابعت للمهندس يجي يعاين؟ تفتكر الحكايه دي تتكلف قد ايه؟ مش كتير، حوالي 10,000 جنيه. يا مرسي يا ابو العباس، 10,000 جنيه دول يعملوا اوتومبلين من اللي انت راكبه ومتقمع بيه. يابا ما تقلقش، ما انا هطلعهم لك مصاريف ويتخصموا من الضرايب كمان. وليه كده بس؟ ما احنا ماشيين مظبوطين، خلينا متداريين احسن، بدل ما يدخل علينا واحد من بتوع الضرايب ويشوف القباها اللي حضرتك ناوي ترسمها يفقعنا مبلغ وقدره. عبدو، فاطمه عايزاك بره. استاذن انا يا حاج. مين فاطمه دي ياض؟ فاطمه بتاعت الكشري. طب خليها تكتر الشطه. ابا بقول له ما يعوقش. اتفضل يا حاج. سالكه ايه؟ عفارم عليك يالا. الله يخليك يا حاج. بقول يا حاج، ما تجيب لك شيشه خصوصي هنا وانا بعمل المطلوب، واللي بتدفعه للقهوه يعني انا اخد اقل منه شويه. لما يبقى ده كارك ساعتها اقول لك ماشي، لكن غيرك له كار وانت لك كار، خليك في كارك وتشطر فيه. يا سلام، كلامك حكم يا حاج، خش في النافوخ على طول. تعرف يا حاج، انا كل يوم بتعلم منك حاجات لو كنت رحت المدارس ما كنتش عرفتها. مدارس يالا، حتى لو دخلت الجامعة دي خبرة وتعب وعرق سنين. بالك الواد محفوظ ابني اهو واخد احسن شهادة في التجارة، لكن اول ما يقع في حصبص يجي لي جري ويقول لي الحقني يابا انا غرقت وطلعني. بس انت برضو عدم المؤاخذة، انت برضو مدلعه يا حاج. مدلعه بس بالاصول وبحساب. عودته من صغره انه لازم يشتغل. كنت في الاجازه اجيبه هنا معايا في الوكاله، مش اقعده على مكتب هنا جنبي، لا، يشتغل مع الصبيان، يشيل وينقل ويعرف هو شايل ايه وده تمنه ايه. ولما كبر جالب نفسه وقال انا عايز اشتغل معاك يابا. قلت له ماشي ماشي، اديته ما هي، وكل عمليه يعملها اديله عمولته. بالك الاوتومبيل اللي هو راكبه ده هو اللي شاريه بنفسه. قلت له عايز تسوق اركب عربيتي. قال لي لا دي موضتها قديم. قلت له طب يا اخويا اختار الموضه اللي تعجبك واشتريه بفلوسك. تعب واشتغل ليل ونهار لحد ما جاب تمنه. يا ريت ابويا كان عمل معايا كده يا حاج، ما كانش بقى ده حالي، الا فضل يطوعني في كل حاجه لحد ما خدت الخيبه الكبيره دي. ودلوقتي بعد ما مات لقيت نفسي في الهوا
يا مولاي كما خلقتني، لا قرش ولا علام. مادام حسيت بالندم وعرفت غلطتك تبقى اتعلمت. بعد ايه يا حاج؟ بعد خراب ملطة؟ ما تقولش كده يالا، انت لسه شاب بصحتك وعافيتك، اوعى تبص وراك، مهما حصل بص لقدامك على طول. وكل ما تقابلك حاجة لازم تحسب حسبتها تمام قبل ما تخطي خطوة واحدة. جايز تاخد لك قدر وتقع، مش مهم، المهم انك ما تستسلمش وتنام، لا لازم تقوم على طول. انت يظهر شفت كتير قوي يا حاج. انا لو حكيت لك حكايتي مش هتصدق. عدم المؤاخذة يا حاج، انت منين؟ اني من اسكندرية. ابويا كان اكبر صياد، ومرة واحدة ركبوا النحس، المركبتين اللي كان بياكل منهم عيش غيرهم، اتحصر ومات. سابني وانا لسه يا دوب عندي 11 سنة. واول ما كبرت لسه هقول يا هادي، امي حصلته وبقيت وحيد في الدنيا لوحدي. أنا ما كنتش غاوي بحر، اشتغلت عتال على عربية نقل لحد ما جات لنا نقلة هنا في الوكالة، ومن يوميها ما رجعتش في العربية اللي جابتنا. يعني النقلة دي كانت قدم الساعة دي يا حاج؟ السعد ده جه بعدين بسنين طويلة كنت بدوق فيها المر. بلمت كده ليه يالا؟ اجري هات لي طبق كشري. من عينيا يا حاج. اخرب عقلك، فكرتني بالذي مضى. فاهم في ايه؟ ايه؟ امتى ده حصل؟ وهو فين دلوقتي؟ يا خيبتك وما عرفتش تطلعه؟ طيب انا جاي حالا. في يا بابا؟ اسمع محفوظ، انا نازل نص ساعة مشوار صغير كده وراجع على طول. ليه خير؟ حصل ايه؟ معرفش، فهيم افندي بيقول لي انهم مسكوا الواد عبده وحجزوه في القسم. تلاقيه سرق حاجة؟ عبده ما يمدش ايده على حاجة ابدا، ده بيقول لي انه اتخانق. مش مهم، المهم دلوقتي انك تقعد مع حماك وعروستك يا اخي، اتكلم واضحك معاها، ما تقعدش مبلم كده. ويعني حبكت يا بابا تسيب ضيوفك وتنزل دلوقتي؟ ما تسيبه متلقح في القسم وبكره الصبح نبقى نطلعه. ده واحد من صبياني، ما اقدرش اشوفه في زنقه واسيبه. اتعلم بقى الحاجات دي، انت مش صغير. لو سمحت من ضمن هنا يا حاج. لا مؤاخذة، انا معايا الختم بتاعي. المرة دي بس علشان خاطر الحاج، لكن المرة الجاية مش هرحمك. والله يا حضرة الضابط أنا كافي خيري شري، ده أنا عايز آكل لقمة عيش. محدش منعك إنك تاكل عيش، لكن تعمل لي فيه عصبجي هدخلك السجن. والله ما ابتديت. اخرس يالا، خلاص انكتم بقى. ممنونين يا حضرة الضابط. شرفت وأنست يا حاج. الله يشرف مقدارك. سلام عليكم. مع السلامة يا حاج. البنت فاطمة جاية هنا تعمل ايه؟ دي كانت زي المجنونة وهي اللي أصرت إن أكلمك في التليفون. انت في ايه بينك وبينها؟ أبدا أبدا يا حاج، ما فيش أي حاجة، ما أنت عارف إن إحنا جيران. جيران؟ طب يا اخويا روح طمنها احسن باين عليها هتتجنن. ربنا يخليك ليا يا حاج، ما تحرمش منك. روح منك
ما تنساش تفوت عليا بكره يا فهيم افندي، علشان في شويه حسابات عايزين نظبطها مع بعض. من عناية يا حاج. اطمنت يا اختي؟ الحمد لله. بقى هي الحكايه كده. انا لولا الكشري بتاعك عاجبني كان بقالي معاكي كلام تاني. مع الف سلامه يا حاج، ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه. معلش تعبتك يا حاج. مع السلامه. مع السلامه يا حاج. المهم طمنيني، العربيه والحاجات فين؟ ما تحملش هم حاجه، انا لميت لك الحاجه كلها من العربيه وحطيتها عند سيد اخويا. عملت انت ايه؟ مش عدت الحمد لله. اطمني، احنا خلاص سوينا كل حاجة. ربنا يخليك يا فهيم افندي. بس بقول لك ايه، انا مش عاوزك بعد كده يا عبده تبقى حمى قوي كده. خدها مني نصيحة، التجارة دي عاوزة اللي طبعه هادي ورايق. فاهم يعني ايه؟ يعني من هنا ورايح نديها مسايسة. طب يلا بينا بقى نبعد عن اللهم احفظنا ده، ربنا لا يجعلنا في طريق ولا يجعله في طريقنا. يلا يلا. وانا ايه اللي زعلني يا؟ هو عيب انك تجري على قرش زياده. انا طول عمري بتمنى الخير للناس، بس انا عاتب عليك يا أخي. حقك عليا يا حاج. لما تعوز تتسبب بسبوبه زي دي كان لازم ترجع لي عشان اقول لك تهبب ايه، وساعتها بقى كنت هزرعك في احسنها مطرح ومفيش مخلوق يستجري يهاوي بناحيتك. معاك حق يا حاج، بس غصب عني، ما انا غشيم. ايوه اهلا وسهلا. قوموا. طن ونص موجود على 7000 جنيه. لا 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 لا، انت عارف اني كلمتي واحده. طب اقول لك ايه، علشان اريحك وتريحني خد 2 طن وانا ههاودك في السعر. ايوه 8000 ونص. لا خلاص ولا ملي. ماشي، شيع على العربيات في اي وقت، تحت امرك. مع السلامه. يا مرسي. يا معلم مرسي، يا معلم مرسي، كلم الحاج. ايوه يا حاج. عمين يا حاج. اوامرك يا حاج. الباشمهندس شاكر هيبعت ياخد 2 طن خردة نحاس. عايزك بقى بكره تاخد العيال وتطلع على المخزن بتاع سوق السلاح، توزنهم وتجهزهم. ماشي يا حاج. وانت يالا هترجع تاني ولا خلاص تبت؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. اذا كنت شايف اللي انا عملته غلط اعتبرني تبت ومش هرجع له تاني ابدا. التفت لشغلك هنا احسن، واذا ما كانش عاجبك شغل الوكاله الباقي قدامك اهو يفوت جمل. في 1,000,000 واحد مستمنوا يشتغلوا الشغله بتاعتك، ومالكش المرازيه بتاعتك دي. مرسي لم نفسك شويه، الكلام ده اني بس اللي اقوله. يا حاج ما هو برضه يعني لا مؤاخذه صاحب بالين كداب. ما دام شايف شغله هنا مظبوط احنا ملناش عنده حاجه. الهي يعمل بيتك خلاص بقى. ولا يحرمنيش من عطفك وكرمك يا حاج. يا كريم، يا طيب، يا امير، يا ابن الامراء. ايه يا مرسي؟ ايوه يا حاج. ايه حكايه الواد عبده النهارده؟ هو مش جاي ولا ايه؟ لا يا حاج مش جاي. اسأل عندك. مش عرفك هو تعبان ولا حاجه؟ لا اصل سي محفوظ طرده من الوكاله. ايه؟ طرده؟ ازاي الكلام ده؟ ايه اللي حصل يا مرسي؟ بس لو شفت مرسي وعبده نازل فيه ضرب كنت فطست على روحك من الضحك. يستاهل راجل اصفراوي ابو ازرق. ده بيقولوا طلق مراته مش عارف ليه. وده مين يطيق؟ ده متجوزها اكتر من 10 سنين. تلاقيها طلقت منه بقى. نفس عن نفس رحمه. بقول لك ايه يا سعيد؟ ما ينوبك ثواب كده في عبده سندهو يجي يفطر معانا. وبعدين معاكي بقى
يعني انا كنت خلفته ونسيته؟ عايز تقول لي انه مد ايده عليك كده من الباب للطاق؟ عيب يا مرسي، ده أنا عجنك وخبزك. الحمد لله، سي محفوظ ريحنا منه. طب ايه رأيك بقى انت بنفسك اللي هتروح تجيبه؟ اجيبه؟ اجيب مين يا حاج؟ وانا بتكلم باللوين دي. هتروح تجيب الواد عبده. ليه بس يا حاج؟ عشان يرجع شغله. طب وسي محفوظ؟ امشي اعمل اللي بقول لك عليه. ويكون في معلومك لو رجعت من غيره مش هتخطي عتبة الوكالة دي تاني. وديله كوبايه الشاي دي، ولا اقول لك اندهيله يشرب هنا معانا. يلا. يا لهوي على الحنيه، بس لسان. الله، هو لا كده عاجب ولا كده عاجب يا فاطمه؟ صباح الخير يا فاطمه. اهلا يا ريس مرسي، اهلا اهلا. ما تيجي تقعد تشرب معانا الشاي؟ هو الواد عبده ساكن في انهي داهيه؟ انت هتتخانق معاه ولا ايه؟ جاي يا ريس مرسي، احنا مش صالحناكوا، ما تصلي على النبي امال. اللهم صل على الحبيب، انا مش جاي اتخانق يا سياد ولا حاجه، انا جاي في حاجه تانية. خير؟ الحاج عاوزه. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج. انا ماليش في الدنيا كلها دي غيرك. اجري يا واد، هات الشيشه. من عينيا. يا واد اجري هات الشيشه. مرسي. ايوه يا حاج. خد انت العيال واطلع على سوق السلاح، جاهز الطلبيه. حاضر يا حاج. مش هناخد الواد عبده معانا؟ لا خليه معايا هنا. ما ناخده معانا يا حاج. خد العيال واطلع على سوق السلاح. اللي تشوفه يا حاج، اوامرك. عملت ايه؟ مدام شايل الشيشه لما رجع الشغل. عملت ايه وربنا؟ زي ما قال لي. يا الف نهار ابيض، عشان تبقى تسمع كلامي. مش قلت لك ان الحاج بيحبك؟ الحمد لله، هو راجل طيب، بس طول ما التعبان اللي اسمه مرسي ده موجود قلبي مش مطمن. صباح الفل يا سي محفوظ. صراحه يا سي محفوظ انا ما يخلصنيش اللي حصل النهارده ده. خير يا مرسي، في ايه؟ بس اعمل معروف، اوعى تعكر دمك او تشد مع الحاج. اتكلم يا مرسي، في ايه؟ الحاج رجع الواد عبده عشان يشتغل تاني في الوكاله. ايه؟ ازاي يعني؟ وانا ماليش كلمه ولا ايه؟ انت بتعمل ايه يا ماد انت؟ مش لسه طردك امبارح؟ ايه اللي جابك تاني؟ غور من وشي وما اشوفكش هنا تاني، غور! خش جوه المخزن يا عبد. اللي عملته ده يابا استهدى كده بالله وقول يا فتاح يا عليم. يعني ايه؟ ماليش اعتبار هنا؟ بالمعقول. هو انت خليت فيها معقول يابا؟ انت بتكسر كلمتي قدام الصنايعيه والعمال، يقولوا عليا ايه؟ طرطور؟ ازاي تتصرف تصرف زي ده؟ ازاي؟ ما تعليش صوتك، انت بتكلم ابوك. خلاص، يبقى الواد ده لازم يمشي. ودلوقتي الواد ده ما عملش حاجه. طول ما هو بيشتري ويبيع هيمد ايده. انت عارفني كويس، اي حد يمد ايده في الوكاله انا بقطعها له. واحنا ليه نستنى؟ واحنا ليه نظلمه؟ يعني انت مصر ان الواد ده يفضل هنا؟ خلاص يابا، يانا يا الواد ده في الوكاله دي. ما تصغرش نفسك قدام صبي من صبيانك، انت كبير. وانا قلت كلمتي يابا، الواد ده لازم يمشي. الواد ده مش هيمشي. يعني ايه يابا؟
يعني انا ماليش صفه هنا؟ ايوه مالكش صفه. لما ابقى اموت ابقى اتصرف زي ما انت عايز، وخدها مني نصيحه، حطها حلقه في ودانك. اوعى اوعى في مره من المرات تيجي على الغلبان، والا ربك مش هيبارك لك ابدا. مالك يا هلا؟ واري عبده. عدم المؤاخذة. أيوة يا حاج. في ايه؟ مفيش حاجة يا حاج. مفيش ازاي؟ ده احنا من ساعة ما فتحنا وانت قاعد مكتوم زي الخرس. ما تنطق يا هلا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا حاج إن كان بقول لك ايه يا مرسي؟ ايوه يا حاج. عايزك تفوت على مسبك الاسطى عويضة، هيديك 2000 جنيه بقيت حساب. هاتهم وتعالى. بس ما تنساش وانت رايح تفوت على ورشة الاسطى برهان، عنده طنبلين خردة، عايزك تشوفهم وتقول لي رأيك. ماشي يا حاج. بس تخلص لي بقى المشوارين دول بسرعة وترجع لي، عشان عايزك في شغل تاني. حاضر يا حاج. ولا يا عبد؟ أيوة يا حاج. ايه؟ في حاجة بينك وبين مرسي؟ المعلم مرسي عايز يتجوز. طب وانت مالك؟ الله، ايه اللي زعلك في حاجة زي كده؟ هو انت قريب طليقته ولا هي جت واشتكت لك؟ أصله عاوز يتجوز فاطمة يا حاج. فاطمة مين؟ فاطمة كشري، أخت سيد كشري؟ تمام، هي بعينها يا حاج. أما راجل عينه زايغة بصحيح. وأنا بقول هو طلق مراته الأولانية ليه بعد العمر ده كله؟ على العموم هو حر. إنما هي وافقت. أخوها بيزن عليها. مش مهم، القلب وما يريد يا أهلا. قصدك إيه يا حاج؟ أنت هتتصعبط عليا، ما تتكلم عدل. البت رايداك يا أهلا. هو ده اللي تعبني ومحيرني يا حاج. وتعبك ليه بقى؟ ما البت كانت قدامك، ولا هي بس بتحلى لما تبقى في ايد غيرك؟ لا والله يا حاج، هي أنا شايفها حلوة من زمان، من أول مرة شفتها. بنت جدعة وأخلاق وست بيت. الشهادة لله يا بت لقطة، اللي ياخدها هيكسبها. أيوة أيوة يا حاج، بس الجواز محتاج مصاريف، وأنا ظروفي زي ما أنت راسي، مش عايز أمرمطها معايا. كل برغوت وعلى قد دمه. عداك العيب يا حاج، بس أنا برضو محتاج كل قرش عشان أقف على رجلي. انت عمال تلف وتدور ليه؟ انت عايزها ولا مستغني؟ عايزها، بس عايزها كمان تستنى عليا لحد ما اخد نفسي. فتحتها باللي بتقوله ده؟ خايفة فاتحها تفتكرني بتهرب. مدام رايداك هتعذرك، وساعتها هتتمنى لك الخير. يعني تفتكر يا حاج إنها مش هتزعل لو صرحتها؟ اتكل على الله. بقول لك إيه يا فاطمة؟ مش فاضي. كمل بس.
ما انت شايف مش فاضيه. استني بس، يوه، اسمعيني بس. عايز ايه؟ عايز اتكلم معاكي كلمتين بس مش هنا. السلام عليكم يا سيد. سلام اخويا. وفاطمه وافقت؟ لسه بتفكر، بس انا حاطط اخوها في جيبي. انت هتتجوزها ولا تتجوز اخوها؟ مش جايز البت قلبها مايل لحد تاني. قصدك ايه يا حاج؟ قصدي الجواز ما فيهوش فصال، يا يا لا. ايوه، ما البت لسه ما قالتش لا، يعني لسه بتشاور عقلها. انت بتتكلم كانك مالي ايدك قوي. وانا عيبني ايه يا حاج؟ متجوز كذا مره والبت لسه بنت بنوت. الراجل ما يعبوش الا جيبه، لا مؤاخذه. ايوه بس القلب وما يريد يا مرسي. اللي سبق كان النبأ يا حاج. ما تستعجلش قوي كده، البت لسه ما قالتش كلمتها. الله، جرى يا حاج؟ وانت لا مؤاخذه معايا ولا مع اللي بالي بالك؟ انت عارفني طول عمري مع الاصول، وانا ما احبش الا الاصول، وجاهز مما جميعه. وعراء المثل اديني دقيق اديك عيش، واللي معهوش ما يلزموش. دول يا حاج اللي بيعملوا ايه بالخردة يا حاج؟ بياخدوها ويسيحوها. بيسيحوها على بعض كده؟ على بعض جرايه الا على بعض دي. لا، في زبون بيطلب خردة حديد، في زبون بيطلب خردة نحاس، وفيه اللي بيشتغل في الألمون. بس انا ملاحظ يا حاج ان الطلب اكتر على خردة النحاس، علشان شغل المسابك قايم عليها. محدش يستغنى عن النحاس حتى ورش الساغ. يا سلام، بتوع الذهب. امال انت فاكر ايه يا ولد؟ دول بيعايروا بيه الدهب. معنى كده بقى اللي يحب يشتغل في الخردة يشتغل في خردة النحاس. يالا كل صنف وله زبونه، المهم انك تبقى عارف قيمة البضاعة اللي تحت ايديك. بالمناسبة انت بتهبب في ايه اليومين دول؟ شوية زراديات على بنس على شوية مفكات. مش كفاية، لازم تلقط لك جنبهم كام صنف. ولا انت مش عايز تتجوز البيت؟ انا يا حاج ده انا بحلم باليوم ده والله. بس واحدة واحدة، ده انا كنت بشتهي رغيف الحاف. اسمع يالا، أنا ممكن أديك بضاعة تبيعها وترجع تمنها بعدين، بس أنا عايزك تقاوح في السوق شوية، ها؟ تعتمد على نفسك. الشاعر والفنان شفيق كلام. يا فرحة قلبه مشيت عامل فوق يخلفه شيخ البلد
محفوظ جميل فوزية حلو زي القمر وقال ده أجمل هدية للوطن ونفسي الشوق مهندسين ببدله يقول بقلبه ومش نجم ذمته من فرحته قاعد وعامل عمته شيخ البلد خلك ولد يا صبحي جالكم الشر عامل فرح لخلفه شيخ البلد شبعت يا اولاد ولا اجيب لكم كمان؟ الحمد لله يا حاج. ربنا يزيدك من نعيمه يا حاج. يا سلام يا حاج. هذه الافراح ولا بلاش؟ افراح حبها، ده فرح ملوكي صحيح. اهي فلوس بتتصرف في مظاهر كدابه والسلام، لكن اعمل ايه؟ الواد محكم رايي. انما تلاقيك بقى يا حاج تلاقيك زعلان. وانا ازعل ليه؟ في الاخر المال مال. لا انا قصدي يعني عشان سي محفوظ هيسيبك بعد ما يتجوز وهتبقى قاعد لوحدك. ومن قال لك يالا انه هيسيبني؟ هو وعروسته هيجوا يعيشوا معايا ان شاء الله. يا سلام يا حاج، اهو ده عين العقل. ربنا يديك طولة العمر وتفرح بولاد ولادهم ان شاء الله. يا عبده، يا مين يديله طولة العمر بقى؟ عبده أؤمر يا حاج. تعرف يا انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه؟ في طبق كشري بالدقه وحجر معتبر من الشيشه اللي بتوضبها لي. نافوخي هينفجر من الدوشه اللي هنا. نفسي في نفسين. وهو هنا مفيش شيشه؟ لا يا سيدي، بيقول لك ده شغل خواجات، ممنوع الحاجات دي تخش هنا. يا سلام، من عينيا في دقيقه هكون جايبها لك من تحت تقاطيع الارض. خد يلا، هجيبها منين؟ انت يبقى نفسك في حاجه وما عم جيبهاش. انت يا عبده. ايه انت رايح فين؟ لحقت تنساني؟ انا اللي جيت لك من شويه وسالتك الفرح فين، قلت لي فوق في الويل. انت شايلها دي وراح بيها على فين؟ دي عشان خاطر الحاج ابراهيم سردينه. انت شايف الحاجات دي ممنوعه هنا؟ ممنوعه ايه بس؟ الحاج ابراهيم سردينه ابو العريس لو ما شربش شيشه بعد العشاء بيبقى عصبي، عايزه يعني يخلي ابنه يطلق عروسته يوم فرحها. مساءك سهلله. يخرب عقلك يا عبده، ده انت امبارح نجدتني بالشيشه اللي جبتها. انت تقشر بس يا حاج ورقبتي سداده. عجبك الفرح يالا؟ عجبني. ده كلام تقوله يا حاج؟ ده فرح يعجب البشوات. انا عمري ما شفت فرح كده وما افتكرش هشوف زيه تاني. عقبال ما نفرح بيك على البت فاطمه. بس بقول لك ايه يا عبد، اوعى تقل عقلك وتبعزق فلوسك على الفرح. لم نفسك وما تبقاش زي بقيه المجانين. الفلوس اللي تصرفها انت اولى بيها. اطمن يا حاج، ده انا صبيك. عدم المؤاخذه، كل كلمه بتطلع من حنكك بتخش هنا اهو ما تطلعش تاني ابدا. انت خلاص ما بقتش تجيب حاجه تنفع ابدا. جرار يا ريس مرسي،
انت لازم تقطمني الاول عشان تشتري بالبخس. ولا لاقي حاجه كويسه. ايه سايب شغلك ليه؟ خش جوه شوف شغلك احسن لك. ايه هتحلق على شغلنا؟ جرايه يا ناس مرسي، عايز اخد فكره. خدها بعيد عننا يا اخي. الله، ايه الشغلانه بتاعتك دي؟ اتفضل. حاضر. يلا يا اخويا. حاضر يا ريس، حاضر. حاضر. بلاوي ايه اللي بتتحدف علينا دي؟ الواد ده لسه قاعد هنا بيعمل ايه يابا؟ ما تخشش كده زي زعابيب بشير. اقعد الاول وخد نفسك. عايز النهارده في حاجه يا معلم بلاجه؟ تشكر يا مدني. ارزاق على الله. الشاي الكشري لفاطمه كشري. عشت. خد الشاي ابو دقه لسيد كشري. طب خد المليان. بقول لك يا حمامه، ما شفتش عبده النهارده؟ ابدا، ده لا جه خد الشيشه للحاج ولا جاب الرغيف وسقى في الشاي. يمكن راح يجيب رغيف من بلدهم ويجي. يكون راح فين ده؟ ما تهمت بقى، خلينا نتكلم في الشغل. رحت قابلت زكي بيه المنشاوي. ايوه يابا قابلته واتفاهمت معاه، والراجل مستعد يعمل كل حاجه، بس انت لازم تشوفه. ايه؟ اشوفه؟ يعني ايه؟ يعني تشوفه يابا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يابا في ناس مستعدين يدفعوا له اكتر من كده ويقوموا بالعمليه كلها، بس الراجل باقي على العشره والصداقه. صداقه؟ هو في صاحب يقبل رشوه من صاحبه؟ يابا ده شغل. ده شغل حراميه. نهارك امتى يا فاطمة؟ نهارك فل يا عم مدني. نهارك فل يا عرب. قشطه يا ريس مدني. ايه هو عبده ما قالكيش حاجة النهارده؟ انا عارفه هو راح فين، من ساعه ما صحي الصبحيه هو غطسان، مش عارفه يكون راح فين بقى. ربنا معاه. الواد مدني جه يا حاج. ما حدش يكلمه غيري، مفهوم؟ تعال مدني. خير يا حاج. الحتة دي انت بعتها للواد عبده؟ مظبوط، انما هو قال لك ايه؟ ما قالوش علاقه بالموضوع ده. ده انا كنت فاكر غير كده. طيب مع السلامه دلوقتي. طالع ايه؟ يا عبده، ايوه يا حاج. شيل الحته دي دخلها جوه، حطها جنب الصنف بتاعها. اتكل على الله يا مدني. الله، انا مش فاهم حاجه يابا. ولا عمرك هتفهم حاجه ابدا. يعني ايه؟ يعني الواد طلع مظلوم، كان مشتريها من مدني. يا مرسي. ايوه يا حاج. يا مرسي يا مرسي. وبعدين معاك يا مرسي، احنا مش هنخلص من شغل حورين يا كيك يا مرسي. يا حاج انا قلبي عليك يا حاج. قلبك عليا ولا قلبك مليان من الواد ده؟ ها؟ هو جواز بالعافيه يا مرسي؟ يابا فهمني ايه الموضوع؟ الموضوع يا سيدي ان الرئيس مرسي بيتخانق هو وصبيه على البت فاطمه
عايز يطلع الواد حرامي علشان يعايره قدامها ويقل في نظرها ويلهفها منه. عرفت يا سيدي الفولة؟ لا يا حاج الموضوع خلاص، الموضوع خلص انتهى، ويا ريت ما نسمعش عنه تاني ابدا. عبده، نعم. اسمع يا ولد، تاني مرة ما تخليش عقلك يوزك وتشتري صنف موجود عندي هنا. لما تلاقي الصنف ده موجود في السوق تيجي تقول لي او تجيبهولي. انا مش عايز السعر ينضرب عندي هنا، مفهوم؟ حاضر يا حاج، حقك عليا. مين اللي دفع تمن البضاعة دي؟ سي محفوظ هو اللي دفع ثمنه. ولا عبد، شيل الحاجة دي، خدها مني. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا عبد. أنا عدم مؤاخذة، لقطت لك الكام حتة دول لما لقيت الصنف بتاعهم موجود جوه في المخزن. فيك الخير يا عبده. ودول حسابهم كام؟ حساب ايه يا حاج؟ وانا معقولة مدي ايدي ليك برضه؟ ليه؟ تسرقهم؟ إيه انت تعرف عني كده يا حاج؟ خلاص يبقى لازم تاخد حق، ولا انت هتبعش عليا يا عم؟ استغفر الله يا حاج، ده انا لحم كتافي من خيرك. دول عدم المؤاخذة تمنهم 45 جنيه و20 قرش. خلاص يبقوا بمشالهم 50 جنيه و40 قرش. لا ده كتير يا حاج، كتير. كفايه 50 جنيه بجد، كفايه كتير والله. اخلص. ربنا ما يحرمنيش من كرمك، ربنا ما يحرمنيش من كرمك، الله يخليك. ايوه يا حاج. تعال انا عايزك. نعمين يا حاج. اسمع يا عبد، اني هبقى اديك قرشين كده تجيب جلابيه معقوله وجزمه حلوه، عشان شكلك كده يبقى زي المعلمين الكبار. ربنا يخليك يا حاج. دي اول مره تروح فيها مزاد؟ لا، حضرت مزاد واحد قبل كده. وده كان مزاد ايه؟ ده المزاد اللي اتباع فيه عفش بيتنا يا حاج، ودكان ابويا الله يرحمه اللي كنا بناكل منها عيش. انت باين عليك يالا قسيت كتير قوي. كتير. انا مهما حكيت لك مش هتصدق يا حاج. معلش يا عم، بكره ربنا هيعوضك ان شاء الله. تعالى هنا جنبي، حط الشنطه دي على المكتب، افتح. شايف ايه قدامك؟ شايف دي فيها فلوس ياما. دول 10 بواكي، كل باكو فيه 1000 جنيه. اقفل الشنطه بقى وخليها معاك. الفلوس دي هي بتاعت المزاد يا حاج؟ مزاد ايه يا هلا؟ ده المزاد اللي احنا رايحينه ده لو رسي على 70,000 هقول ان ربنا اكرمني. لا، دي الفلوس اللي هنرشها على الناس اللي عينيهم في المزاد، هنعرقهم يعني. عدم مؤاخذة يا حاج، بس عشان افهم يعني، هو انتوا قبل ما بتروحوا المزاد بتبقوا متفقين مع بعض؟ يعني كل واحد ليه دور؟ ايوه يا سيدي،
بس في ناس بقى ما عندهاش ضمير ولا اخلاق، يا يلهفوا كل حاجه يا يقول لك فيها لخ فيها. اسمع، تعال بينا دلوقتي وانا هشرح لك كل حاجه في العربيه. اتفضل يا حاج. وليان لف انت بقى عشان تركب. يلا روح اركب كده. $12,000 جنيه 12,000 جنيه 12,000 جنيه 15,000 جنيه الحاج سردينة. مين يزود؟ 15,000 جنيه 20,000 جنيه. ايوه كده صحصحوا معانا. 20,000 جنيه 20,000 جنيه 20,000 جنيه 20,000 جنيه 22,000 جنيه 22,000 جنيه المعلم نصحي. 22,000 جنيه المعلم نصحي. 25,000 جنيه الحاج سردينة. 27,000 جنيه 27,000 جنيه 27,000 جنيه 27,000 جنيه 27,000 جنيه 30,000 30,000 جنيه 32,000 جنيه 32,000 جنيه 32,000 جنيه 35 35,000 جنيه 36,000 جنيه 36,000 جنيه 38 38,000 جنيه 38,000 جنيه 40,000 جنيه 40,000 جنيه 40,000 جنيه 41,000 جنيه الحاج سردينة. 41,000 جنيه الحاج سردينة. 41,000 جنيه. ألا أونا ألا دوا ألا تريا. مبروك يا حاج. ألف مبروك يا حاج. الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك يا عدم المؤاخذه، انا عايز اسالك سؤال. الجدع الاولاني اللي زود ده ليه ما خلتنيش اعرقه؟ لا ده أونطاجي. وعرفت منين انه اونطاجي؟ اللي يزود بالخمسة والعشرة يبقى داخل يخم وعايز يهتنا عشان يلهف له قرشين. لكن اللي زي المعلم نصحي ده بقى بيزود بالألف والألفين لأنه عايز يكسب وحاسبها بالمليم. اللي زي ده بقى تخاف منه ولازم تعرقه وتزيحه من طريقك. دي ارض جديده عليا خالص يا حاج. لما تدوسها هتعرف كل حاجة وتتعلم. تعرف يا حاج، انا بشكر ربنا ليل ونهار انه بعتني ليك. انا ما كنتش هتعلم اللي اتعلمته ده من حد غيرك. هو انت لسه اتعلمت حاجة يالا؟ ده الطريق لسه ضلمة وانت ماشي بتحسس. المهم لازم تحطها في دماغك، اللي عايز يتعلم لازم يدفع الثمن. يا سلام يا سلام، كلامك كله حكم يا حاج. قول لي فاضل كام معاك؟ فاضل معايا 5000 جنيه. طيب طلع باكو واسحب لك 50. ادي ال 50 جنيه دول لمين؟ لمين ايه؟ انا ده عرقك علشان تشبرق نفسك كده وتتكسي. ما هو مادام هتيجي معايا المزادات يبقى لازم يبقى عليك القيمه. ربنا يخليك لي يا احمد. انا مش عارف اشكرك ازاي. مش عارف اشكرك ازاي والله. تسلم ايدك يا فاطمه. الأوضة ما بقاش فيها مطرح لرجلي عشان تخبطي فيه. الله اكبر، صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. ما يحسن المال لاصحابه، ربنا يزيده ويبارك. الله يخليك. بس هعمل ايه بعد كده؟ لازم ادور لي على مطرح تاني. بقول لك ايه؟ انت مش اللي من دول كده ربنا مسهلها معاك. ألف حمد وألف شكر. طب ما تاخد الشقة اللي فوق برحة ويرمح فيها الخيل، اهو منك تسكن فيها ومنك تعمل دي مخزن. ودي هتفضى امتى؟ اخر الشهر. والله فكرة. وهي
هتنفعنا بعد كده. يعني انت سائل قوي. خلاص هانت يا بط، هانت والله. اكمل بس خلو الدكان، وبعد كده بعد كده بعد كده بعد كده تجمعنا الشقه اللي فوق. بس انت ادعي لي. وربنا من غير ما تقول ده عيالك ليل نهار. اصيله يا فاطمه. انا زي ما ربنا اكرمني بالحاج ابراهيم سردينه اكرمني بيك انت كمان. بس عشان خاطري استحملي شويه صغيره كمان وادعي لي. هتفضلي صابره لحد امتى؟ ها؟ كمال ومرسي قطعت سيرته. كمال الراجل كان رايدك في الحلال، غيرش انت متعلقالي بالاخ التاني. عمل ايه هو لغايه دلوقتي؟ غرقان في الشغل والحسابات ولا على باله. ده ناوي ياخد الشقه اللي فوق يا اخوي. الشقه اللي فوق؟ ها تلاقيها يعملها مخزن، ما هو اللي زي ده ما بيشبعش ابدا. خصيمك النبي ما تقر عليه بقى، ده شقيان ليل نهار. ايوه يا اختي اقعدي انت بس حميله. وبعدها لك يا سيد ما تخلينا قاعدين حلوين امال. يا بت انا خايف لا يخلى بيكي. طب بس اغسل عيد اغسل عيد. ده واد مغرور وعينيه مفتاحه يا سي محفوظ، واديك شايف دخل على الحاج بالحنجل والمنجل والقربان ضياها لغايه لما لف دماغه وبقى الكل في الكل في الوكاله. ده الحاج دلوقتي ما بيروحش اي مزاد الا ما يسحبوا وراه. يفهم ايه في المزادات ده يا سي محفوظ؟ ايوه بس ابويا بيقول انه بقى بيفهم في الشغلانه وشاطر كمان. الحاج بيقول الكلام ده عشان يكيدنا يا سي محفوظ. الواد ملا دماغ الحاج من ناحيتي والحاج بقى مش طايقني. انت اتجننت يا مرسي، ابويا لا يمكن يستغنى عنك، ده انت شايل الوكاله على كتافك يا جدع. ربنا يكرمك يا سي محفوظ ويكبر بخاطرك. ربنا وحده اللي يعلم انا بحبكم قد ايه وبخاف على مالكم قد ايه، لكن تقول ايه بقى لاولاد الحرام؟ ده حتى الواد بعد ما نضف وتهندم القلاطه ركبته. مش ملاحظ يا سي محفوظ انه ما بقاش يغسل العربيه بتاعتك زي الاول؟ اه والله عندك حق، فكرتني. بس ما تخافش، انا هجيب لك مناخير الواد ده الارض. هو ده الصح. الله، ده الحاج وصل، نشوف عمل ايه في المزاد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، ايه الاخبار؟ كله تمام يا سي محفوظ بيه. اتنقل يالا، ما بسألكش انت. عدم المؤاخذه يا سي محفوظ بيه. الواد ما غلطش يا محفوظ، كل الكلام اللي قاله مظبوط. المزاد رسي علينا. صحيح؟ على كام؟ على 28. هايل، ما حدش اتنطط فيه. الحقيقة يا عبده نايم الكل. انت قاعد هنا؟ قاعد شويه يا حاج، اخلص شويه شغل. طيب انا هروح اشوف المعلم سالم عايزني في ايه. مش عايز حاجة؟ لا مع السلامه انت يا حاج. بالحق يا حاج، احنا لينا عند المعلم سالم 3000 جنيه من العمليه اللي فاتت. حاضر يا سيدي، حابب اشوف ظروفه. ظروف ايه بس يا حاج؟ مش كفايه صبرنا عليه ده كله؟ يا ابن الناس لبعضيها. الله، هسيبك اني بقى دلوقتي. اسمع يا مرسي، ما تنساش تشيع العربيات تاني للبضاعة. ما تعملش هم يا حاج. جاي معايا يا عبده؟ انت تؤمر يا حاج. لا سيبه يا حاج، انا عايزه هنا في شويه شغل. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا حاج، مع الف سلامه. انت هذا زفت. تحت امرك يا سي محفوظ بيه. ايه حكايتك بالظبط يا ده انت؟ لا عدت بتمسح ولا تغسل العربيه، مالك يالا؟ كبرت؟ انا استغفر الله يا سي محفوظ بيه. امال ايه حكايتك بالظبط؟ ابدا، زي ما انت شايف مشغول مع الحاج، وكمان انت ما طلبتش مني. ليه يا شيخ؟ وانا لازم اطلب منك؟ يلا هات اتنيل اجري اغسل العربيه، واياك الاقي نقطه ميه عليها. حاضر يا سي محفوظ بيه. انت هلا؟ ايوه محفوظ بيه. طلع على فين؟ عدم المؤاخذه بس هقلع الجلابيه دي والبس جلابيه الشغل. خايف على بدله التشريف يا خي. امشي هلا، امشي تقلع من اللي قلته لك. ايه رايك؟ ربنا يخليك ليا يا سي محفوظ يا اصيل. يا لهوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
صعبان عليك قوي يا مرسي. صحيح يعملوها ويخيبوا. جرى يا فاطمه، ايه تشوفوا الكلام ده دلوقتي؟ هقول ايه؟ يقتل قتيل ويمشي في جنازته. سامع يا حاج؟ يعني انا غلطان اني سايب شغلي وجاي معاه؟ ده انا واقف على رجليا من الصبح. خلاص يا مرسي، اجري انت روح على الوكالة، كتر خيرك. ماشي يا حاج. روح يا بعيد لما توعى توصل. ليه ربنا يوريني فيك يوم يا مرسي. اهدي يا فاطمة يا بنتي، ما تفتكريش ان هسيب الموضوع ده يعدي بالساهل. يعني انت عارف يا حاج؟ ربنا وحده هو اللي يعلم، مسير كل شيء يبان ان شاء الله. توكلنا على الله وعليك يا حاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبده 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 يا عبده. سيبيه نايم يا بنتي، استريح. يلا بينا احنا دلوقتي. معلش يا حاج، اصلا مش هقدر اسيبه. يا بنتي وجودك ما منوش اي فايدة. تعالي معايا، انت هتعملي له ايه؟ انا مش هعمل له حاجه، العمل عمل ربنا، بس انا مش هقدر اسيبه برضك. كتر الف خيرك انت يا حاج. افتح انت على ما اجيب السيسه. ماشي. فين السيسه بتاع المعلم حمامه؟ شيشه للحاج سردينه ودلعها. بقول لك ايه، روح انت وانا هجيب الشيشه. ماشي يا عم. ازاي دراعك دلوقتي يا عبد؟ الحمد لله، الف حمد والف شكر، ولو انه لسه شويه. ما كنت تخليك قاعد في البيت، مستعجل على ايه؟ اصل يا حاج، انا يعني عدم المؤاخذه، انا عايز افتحك في موضوع، بس وحياة اغلى حاجه عندك، مش عايزك تفهمني غلط ولا تغير فكرتك عني. ما تتكلم يا هلا. انا هفضل طول عمري خدامك واسير نعمتك، ووالله والله والله مهما عملت مش هوفي جمايلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تخش في الموضوع على طول، لازمك فلوس. استغفر الله يا حاج، فلوس ايه؟ ده انت كرمك مغرقني، والحمد لله مستورة بفضل ربنا وبفضلك. امال يعني عمال تلف وتدور في الموضوع ليه؟ انت متلخفي ليه يا عبده؟ بصراحة يا حاج، أنا مكسوف ومستصغر نفسي، ده حتى لساني زي ما يكون مش عاوز يطوعني يقول اللي أنا عايز أقوله. لكن أنا بقى عارف أنت جاي النهارده عايز تقول إيه. انت بتبحلق فيا كده ليه يالا؟ تكونش مستغرب يالا. انا لو طليت في وش البني ادم اللي قدامي لازم اعرف هو عايز يقول ايه. انت جاي النهارده عايز تقول لي انك خلاص ما يصحش تشتغل عندي. ده انا يتقطع لساني لو قلت ما يصحش اشتغل عندك. هو انا اتوصل يا حاج؟ ده لولا عطفك وكرمك الزايد عليا كان زماني واقف على ناصية شارع مدد ايدي بقول لله يا محسنين. بس انا جاي دلوقتي عشان اخد منك الاذن. وانت يعني كنت خدت مني الاذن قبل ما تفكر وتمشي في موضوع دكان فرغلي؟
مين اللي قال لك يا حاج؟ وهو لازم حد يقول لي هلا؟ انت فاكرني انا قاعد هنا طيشه في الوكاله مش داري باللي بيحصل فيها؟ أنا لو أي حد كح في دكانه لازم أعرف إنه كح وأنا قاعد هنا على مكتبي. ده أنا الحاج إبراهيم يا عبده. ولا أنت نسيت خلاص مين هو الحاج إبراهيم سردينة؟ إزاي يا حاج؟ ده أنت سيد الحتة كلها وسيد المعلمين. بس والله أنا كنت ناوي آخد منك الإذن واستفيد بمشورتك قبل ما أخدت أي خطوة، لكن بقى حظي يوم ما فهيم افندي جاب لي خبر الدكان المخزن وقع عليا. ابوس ايدك مش عايزك تزعل مني، لان انا ماليش في الدنيا غيرك، واذا كان الموضوع ده مضايقك انا مستعد افريحه من اصله. يا عبدو يا ابني انا بتمنى الخير للكل، وانت عارف معزتك عندي انت بالذات. ربنا يديم جمايلك عليا يا حاج. روح، إلهي يبارك لك فيه ويجعله قدم السعادة عليك. اسمع، إذا عوزت أي حاجة تعالالي على طول، ما تتكسفش، أنا صدري دايما مفتوح لك. ربنا يخليك ويطول في عمرك. أنا ما أقدرش أخط خطوة في الدنيا دي إلا في حسك. امال الرئيس مرسي فين يا حاج؟ مش سامع له حس في المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. يخرب عقلك يا عبدو. طب افرض الفاس جت في الراس والمزاد رسي عليك، ساعتها كنت هقول يا فكيك واسيبه واجري. اقعد يا ما يصحش يا حاج. يا ده اقعد. ما اقدرش قدامك. قلت لك اقعد. الله. تسيب المزاد وتجري. كان نفسي اتفرج عليك وانت واقف تجازف وفي الاخر قفك طلع يقمر عيش. اهو بقى يا حاج، بس انا عدم مؤاخذه عايز استفسر على حاجه. انا في المزاد كنت بزود ايه يعني بالقليل، ان حد يعبرني ويعرقني ان شاء الله بنص فرنك ابدا، واللي بيزود بالهبل يعرقوه بالهبل. يا ولا انت لسه قدامك كتير علشان تتعلم. اقعد. ما يصحش يا حاج. اقعد. اللي كانوا بيزودوا قدام فتوح دول ناس الكل عارف ان معاهم فلوس ويقدروا يزقوه ويخرجوه من المزاد. يعني انا لو وقعت من قعر القفه يا حاج، يعني المعلم فتوح كده كان طرام لي اسناني واداني ان شاء الله 100 جنيه. لا، المعلم فتوح عجنك وخبزك وعارف ميتك واصله لحد فين، علشان كده ما استعلاش يعبرك وسابك تهوى. يا سلام، ربنا يخليك يا حاج. دلوقتي بس فتحت عينيا وشلت الغمامه اللي عليها. خدها مني نصيحه يا عبدو، التجاره نصها شطاره وفهلوه، وعلى رأي المثل العطشان يكسر الحوض. يا سلام، معاك حق يا حاج.
العطشان يكسر الحوض. انا شخصيا مش قادر اصدق الكلام اللي بيتقال في الوكاله ده. كنز ايه بس يا بابا؟ هو في حاجات زي دي دلوقتي؟ ده كلام تخاريف. نعم، واشمعنى بيطلعوا اثارات من تحت الارض؟ انت مش بتسمع كل يوم والتاني عن حاجات زي دي؟ اهو في ناس تفحت يطلع لها بترول، ناس تفحت يطلع لها ميه، ناس تفحت ما يطلع لهاش حاجه، وناس تفحت يطلع لها كنوز. يا ابن الارض مليانه حاجات ومحتاجات. اللي بتقوله يا عمي ده مظبوط. ده مرة ماما حكت لنا على واحد كان شحات عندهم في الحارة، ساكن في الخرابة. لما مات دخل عليه واحد كان بيقف بصينية بسبوسة. بعد ما كفنوا ودفنوا عدى أسبوع، لقوا الراجل بتاع البسبوسة ده فتح محل حلواني كبير. يا سلام، لازم الراجل وهو ميت دعا له ربنا استجاب دعوته. لا، دي ماما قالت لي ان الراجل بتاع البسبوسه لقى عند الراجل الشحات صفيحتين مليانين دهب. ما يمكن مليانين سمنه عشان يعمل بيهم بسبوسه. انت مش مصدقني؟ طب اسال ماما. اسال ماما؟ وانا من امتى بصدق كلام مامتك؟ يعني ماما كدابه؟ شاهد يا عمي. سيبك منه، ده واد لسانه طويل. ما هو يا بابا كل ما نتكلم في موضوع تروح عشرة نفسها فيه، وابص الاقيها واخدانا في سكه تانية غير الموضوع اللي بنتكلم فيه. طب تقدري تقولي لنا احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في حكايه الراجل اللي كان شغال عندكم ولقى الكنز. شفت مراتك اوعى منك ازاي؟ يعني انت يا بابا مصدق حكايه الكنز دي؟ ها؟ وما صدقهاش ليه؟ هو مش اهل الوكاله كلهم صدقوها. يا قوة الله، ده مزاد تقيل قوي. مين اللي هيقدر عليه ده؟ صاحب النصيب يا معلم. هما كاتبين التأمين بتاعه كام؟ 10,000 جنيه. 10,000 جنيه. ليه؟ هو هيرسي على كام؟ يعني هيرسلوا على 100,000 جنيه. بقول لك ايه يا فهيم، انا نويت اخش المزاد ده. دول 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. انت نسيت ان انا لقيت كنز؟ انسى ازاي؟ ودي حاجه تتنسي برضه؟ خلاص انا هجهز لك الفلوس عشان تدفع التأمين. ايوه، مش تروح برضه وتعاين البضاعه الاول؟ مش مهم. لا، مش جايز ما تستاهلش. ما يهمنيش. ما يهمنيش. خلاص يا بدر، ما دام مش قادر سيبه للمعلم سالم وخليك انت للمزاد الجاي. على العموم انا مستعد اشيل المزاد. جرى ايه يا رجاله؟ رايك يا شعبان؟ المزاد اللي فات انت اللي شيلته، الدور المره دي عليا انا ولا يا حاج؟ عداك العيب يا سالم. استنى دورك يا شعبان، خلينا نمشي بالاصول. انا عايز اسمع كلمه الحاج بدر. اللي يحكم بيه الحاج ابراهيم انا موافق عليه. المعلم سالم يدخل بدالك المزاد، ولو انت مش ناوي تدخل المزاد اللي جاي شعبان يدخل مكانك وسالم يدفع لك 20 باكو. لا حاج، 20 باكو كتير قوي يا حاج. وبعدين بقى الله، انت مش رضيت بحكمي؟ وعلى رأي المثل اللي ما يرضى بالخوخ يرضى بشرابه. وعلى العموم ما تعتلش هم، احنا هنرسلك المزاد على 80. ها مبسوط؟ اذا كان كده انا ما عنديش مانع، كلامك يمشي علينا كلنا يا حاج. بقول يا حاج نقرا الفاتحه بقى. قبل ما نقرا الفاتحه ونتكل على الله، نفسيتك مستريحه يا شعبان؟ خلاص اللي تشوفه يا حاج. نقرا الفاتحه. 10,000 جنيه ده كده سفح المعلم سالم. الواد ده منطقي يابا. الواد ده ما خدش غير عرقه. في شرع مين ده؟ في شرع الوكاله، وانت عارف كده كويس. الكلام ده لو كان هيخش المزاد حقيقي، لكن اقطع دراعي يابا. المكان لعب لعبه وخدت على المعلم سالم.
ما هو سالم كمان ما هوش ملاك قوي يا سي محفوظ. ياما عمل في ناس كتير اسخن من اللي عملوا فيه عبده. وبعدين التجاره شطاره، والتاجر الشاطر الناصح هو اللي يشغل مخه. انا خايف لا يدور علينا ويلعب معانا زي ما لعب على المعلم سالم. لا يا اخويا اطمن، الواد ده اصيل وبيصون العيش والملح، ولا ممكن ويستحيل يعض الايد اللي اتمدت له. الواد ده نمرود ابو. أنا مش عارف أنت قارش ملحته على طول ليه؟ ما بستريحش إلا لعيبه. الله، واشمعنى هو؟ ما الكل بيلعب. خدها مني نصيحة، طول ما أنت في السوق خلي الكل أصحابك، واللي ما أنتش قادر تبص لوشه النهارده بكرة تحتاج قفاه. الله أكبر، الله أكبر، يا سلام. شفت يا فاطمة؟ شفت دعواتك عملت معايا ايه؟ يا اخويا ده من نيتك انت اللي زي الفل. أو كده الواحد يشتغل مظبوط. قعدنا غمضي عينيك. غمضنا. اديني ايديك. ما تفتحيش. فتحي بقى. يا بابا على جماله. بس انا متوغوشه. ليه؟ متوغوشة على ايه؟ مش عارفه، المعلم سالم مش هيفوتها لك، ده مفتري وانا عارفاه. انت ما تعرفيش انا عملت فيه ايه؟ مفتري على نفسه. لا ما ينفعش الكلام ده، انت مش قده، انا عايزاك تحرص منه. شد كده، شد كده يا حاج. تمام تمام. قلت ايه يا عبده؟ اذا كان هو تعبان انا حيه، ولو هو بناحيتي هلدغه. وهو انت لسه ما لدغتوش؟ ما لدغته خلاص يا عوبد. يا حاج انا كافي خيري شري وماشي جنب الحيط، انا كل اللي عايزه اكل لقمه عيش. اقعد يا عبد. ما يصحش يا حاج. يا لا قدامك ما اقدرش. هو انا لازم اسحق؟ وناوي على ايه؟ ناوي ان شاء الله وبعد اذنك اتمطع شويه في الشغل. خلاص يا سيدي، نعمل لك دور ونرسي لك مزاد على قدك. ايوه يا حاج، بس كده لسه هستنى. خلاص لقط لك شويه لحد ما يجي لك الفرج. انا يا حاج بعد اذنك انا طمعان انك تموني. ايه محتاج فلوس؟ لا مستورة الحمد لله. لا انا محتاج بضاعة. يا اخويا المخازن قدامك، خش شيل اللي انت عايزه. ربنا يخليك. دول عدم المؤاخذة، دول 5 بواكي يعني من تحت الحساب، وان شاء الله لما ربنا يسهل هجيب لك الباقي. باقي ايه يا عبد؟ ما تشيلش هم، خش شيل اللي تقدر عليه. ربنا يخليك ليا يا حاج، ودايما تبقى راضي عني كده. تاني هنرجع للحكايه دي تاني. الزفت ده دفع اللي عليه. قصدك مين فيهم؟ هيكون مين يعني؟ اللي اسمه عبده. خلص الحساب القديم وسحب بضاعة 30. ما سددش منهم حاجة يابا. على مهلك عليه شوية، الراجل معاملته معانا كويسة وعدلة، وساعة السداد ما بيتأخرش.
يا ريت كل الزباين زيه. مالك يابا؟ لا ما فيش، حاسس زي ما اكون دايخ وجسمي سايب. طب ما تقوم تروح تستريح يابا. معاك حق. الله، ده انت تعبان قوي يابا، اجيب لك دكتور؟ لا ملوش لزوم، انا دول شوية دوخة. طب تعال اوصلك، انت كده مش هتعرف تسوق. ما دريتش على الحاج ابراهيم سردينه؟ ايه ماله؟ مش وقع امبارح واغمى عليه في الوكاله؟ لا حول ولا قوة الا بالله، زي الكلام ده. مش واجب برضه تروح تطلع عليه يا معلم؟ طب اسمع، بص على الوكالة شوفوا نزل النهارده ولا لسه راقد في البيت. هوا يا معلم. مساء الخير. مساء الخير. انا جاي اطمن على الحاج ابراهيم. نقول له مين؟ قول له عبد الغفور البرعي. ما تخافش، انا معرفة قديمة من الوكالة. اتفضل. اسمع، اتفضل. هو صاحي، لو كان صاحي اهله، لكن نصر. لو كان نايم ما تقلقوش. لا صح. صاحي؟ خلاص اتكلنا على الله. قول له. اهلا يا فندم. عدم مؤاخذة انا جاي من غير ميعاد، بس انا جاي اطمن على الحاج ابراهيم، وانا كنت صابع عنده في الوكالة. قولي له بس عبد الغفور البرعي. ده الحاج بيحبك قوي. الله يخليك. طمنيني، ازايه؟ الحمد لله، انا هدخل اديله خبر. اهلا يا عبد. اهلا بيك يا سي محفوظ. الحاج ماله بعد الشهر؟ انا ما عرفتش غير النهارده. لا ما فيش حاجه، شويه ارهاق. لا الف سلامه. والله اتخضيت اول ما عرفت ان الحاج تعبان. انت عارف الحاج غالي عندي قوي قد ايه. بعد اذنك ممكن اخش اشوفه واطمن عليه؟ لا اصل الحاج نايم. نوم العافيه ان شاء الله. على العموم الحمد لله ان انا جيت وطمنت عليه. استاذن انا. مع السلامه. اتفضل. الشفا يا حاج. ما تحرمش منك يا لوزة. هو في مين بره؟ ده عبد الغفور اللي كنتوا دايما بتتكلموا عنه، جاي يطمن عليك. يا سلام، في الخير. روح ندعيله يا بنتي. ازيك دلوقتي يا حاج؟ نحمده على كل حاجة. كل اللي يجيب ربنا كويس يا ابني. امال فين عبده؟ اوعى تكون سايبه قاعد لوحده بره. مشي ازاي؟ كان عايز يخش يشوفك، قلت له انك نايم. اخصى عليك يا محفوظ، ده الراجل مكلف خاطره وجاي. وانت ازاي تقول له كده؟ ازاي واحد جاي عايز يشوفني ويطمن عليا ما تدخلوش؟ واحنا ناقصين الاشكال دي هنا يا حاج. وبعدين انت لازم تستريح، الدكتور اللي قال كده. دكتور ايه وبتاع ايه؟ الراجل جاي لحد بيتي تنزله مكسور الخاطر. بس يا حاج اهدى وما تعكرش دمك. انت مش شايفه عمايل جوزك؟ تاني مرة يا سعادة البيت ما تمنعش عني اصحابي وحبايبي. انا مش عيل صغير ولا قاصر عشان تتحكم في اللي يزورني واللي ما يزورنيش، فاهم؟ ولا اقوم ارقد في مستشفى عشان ابقى على حريتي. ما تصلي على النبي بقى وما تعملش في روحك كده. الله، انا لولا مسكت نفسي كنت هنفجر فيه. كنت عايز اساله ليه بيعاملني لغايه دلوقتي كده. هو لسه فاكرني الصبي اللي كان شغال عندهم؟ فاكرني الواد اللي كان بيغسلوا العربيه ويشتموا بعد كده؟ لا اله الا الله. ده انا رايح اطمن على الراجل الطيب اللي بحبه ويحبني. عم ابراهيم سردينه ده زي ابويا التاني. انا من حق اطمن عليه ولا لا يا فاطمه؟
طبعا حقك وحقك ونص كمان، بس انت روق، بس روق وما تعملش في روحك كده. هو محفوظ ده حد بيطيقه ولا حتى حد بيحب يبص في وشه؟ سبحان الله، حد يصدق ان ده ابن الحاج ابراهيم؟ بقول لك ايه ده، انت بكره تبقى سيده وسيد سيده كمان، وبقول فاطمه قالت. لا اله الا الله. ساعتها كنت عايز ازق واخش اطمن على الراجل، لاني فهمت من كلامه انه تعبان بجد، لكن هو بقى قاعد يتحنجل عشان يزحلقني باي طريقه. ربنا يشفيه، صراحه الراجل يستاهل كل خير. انا عشانه بس استحملت. الحاج سردينه ده دينه في رقبتي، ومستحيل اعض فيه ولو شنقني. خد يابا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. الحمد لله على السلامه يا معلم. الله يسلمك. ما حد سأل يا سيد؟ مفيش غير محفوظ سردينه، اتصل بيك بالتليفون. ما قالش عاوز ايه؟ قال عاوزك تروح له ضروري. ايه الحاج اخباره ايه؟ احسن؟ تعبان. ربنا يشفيه ويقومه لنا بالسلامه. خير يا سي محفوظ؟ انا مش هديك بضاعة تاني من عندنا الا لما تسدد اللي عليك. ليه؟ ده انا كل اللي عليا 20,000 جنيه، وانا متفق مع الحاج ربنا يشفيه ان انا هدفع كل شهر 10. انا محتاج فلوس وبلم كل اللي ليا في السوق عشان يمكن اصفر الحاج يتعالج بره. انا رقبتي للحاج، بس يعني انا بستأذنك في كام يوم بس لحد ما ادبر لك جزء من المبلغ. عايز المبلغ كله مرة واحدة. جرياس محفوظ، ما انت عارف السوق. انا ماليش دعوة، لو مش قادر على البيع والشراء روح شوف لك شغلانة تانية اشتغل فيها. مفيش داعي للتقطيم ده. مش عاجبك ما تشتغلش معانا. انا بشتغل مع الحاج، ما بشتغلش معاك. فوق لنفسك واعرف انت بتكلم مين، ولا تحب افكرك؟ لا تفكرني ولا افكرك، انا بس عامل خاطر للراجل اللي خيره مغرقني. طب اتفضل من هنا وما اشوفش وشك في الوكالة دي تاني. انا مش هرد عليك دلوقتي، بس ليا كلام تاني مع الحاج لما يقوم بالسلامة. فوتك بعافية يا سي محفوظ بيه، وبكرة المبلغ هيبقى عندك. العامل لي معلم قال هتشلنت يا ابو رغيف حاف. مفيش اخبار. هو انت كنت قلت لهم يا حاج انهم يرسوا مزاد وزاره الحربيه على الجدع اللي اسمه عبده ده؟ ايوه، وحصل حاجه؟ لا ابدا، ده الحاج بدوي اللي قابلني النهارده الصبح وهو اللي حكى لي على الموضوع ده. هو ده عين العقل والعدل كمان. اصله مش هيلحق يتهنى بيه. اسمع، انت مالكش دعوه بالموضوع ده خالص، والا مش هبص في خلقتك مره تانيه ابدا. اهدى بس يا حاج اهدى، انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. حكايه ايه؟ انت مخبي عني حاجه؟ ابدا، اصل المعلم سالم ناوي لصاحبك على نيه مهببه. هو ناوي على ايه غراب البين ده؟ الو، مين؟ اهلا اهلا اهلا، يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الانوار كلها. انا مش مصدق وداني. ازيك يا حاج؟ ربنا يعلم انت وحشني قد ايه. طمني على صحتك. الحمد لله. الوكاله كلها من غيرك خرابه. لا، الف حمد والف شكر يا حاج. انا جيت لك لحد البيت عشان اطمن على صحتك، بس بقى سي محفوظ الله يسامحك. ده بيتك يا ولا، تيجي في اي وقت. المهم انت كويس؟ الحمد لله. انت ناوي تدخل مزاد وزارة الحربية؟ طب اسمعني كويس، المعلم سالم ابو خيشة ناوي يغلوش عليك. لا، مش هيخلي المزاد يرسى عليك، عاوز يشعلله علشان يقطم وسطك فيه. عشان كده عايزك تبقى صاحي قوي وما تخلوهوش يسحبك.
هي الناس دي مالها ومالي يا حاج؟ انت عارفني، انا كافي خيري شري وماشي جنب الحيط. انا كل اللي عايزه الاقي لقمة عيش. سامعك يا حاج. ماشي، حاضر. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا حاج، وان شاء الله تقوم لنا بالسلامه وترجع للوكاله. لا حاضر حاضر، مع السلامه، مع الف سلامه. هي ايه الحكايه يا معلم؟ يظهر الحكايه مش هتعدي على خير. ازاي؟ المعلم سالم عايز يغرقني. لكن ده مش داخل المزاد. مش عرفك؟ لانه ما دفعش تامين. لا دفع، بس باسم حد تاني وخد منه توكيل. لا، طب ويقصد ايه من كده؟ مش قلت لك انه عايز يغرقني؟ طب وايه العمل دلوقتي؟ ربنا على الظالم. شوف يا فهيم، المزاد ده لحد 70,000 يبقى في السليم، لكن أكتر من كده يبقى ما منوش فايدة، بالعكس يبقى خراب بيوت. مظبوط يا معلم. أنا عايزك تعمل لي حاجة. تؤمر يا معلم. عايزك تشعلي في الوكالة كلها إن المزاد ده مش هيخرج من إيدي أبدا ولو بأي تمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الحكاية؟ مالكوا قاعدين كده زي الولاية؟ في ايه يا سيد؟ في ايه يا فهيم؟ بقاء لله يا معلم. مين؟ حاج ابراهيم سردين يا معلم. عشان خاطري يا اخويا ما تعملش في نفسك كده، احنا عايزينك. امر ربنا، حد يغلى على اللي خلقه؟ انا ما زعلتش على ابويا قد ما زعلت عليك. النهارده بس حسيت ان انا يتيم. كان بالنسبه لي اكتر من ابويا واخويا. مش هنسى افضل عليا ابدا. الف رحمه ليك يا حاج ابراهيم.